السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وخاتم النبيين. هل سينصف لجع أحلام رياض محرز؟ إليكم التفاصيل. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف قوائم المرشحين للفوز بجوائز الأفضل لعام 2023 في مختلف الفئات، وفي مقدمة قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في العام، وفي مقدمتها قادة الخضر رياض محرز، ونجم الفراعنة محمد صلاح، والظهير المغربي أشرف حكيمي. ووسط مخاوف من لعب كولسة يقودها فوزي لكجع خدمة لابن بلاده أشرف حكيمي. وكشف كاف أن حفل توزيع الجوائز السنوية سيقوم في مدينة مراكش المغربية يوم 11 ديسمبر المقبل، أي قبل حوالي شهر واحد على انطلاق نهائيات كأس أفريقيا بكوتيفوار، والمقررة في الفترة بين 13 جنيف وحتى 11 فبراير 2024. وسيطر النجوم العرب على قائمة المرشحين 30 للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في العالم، يتقدمها الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي السعودي حاليا ومانشستر سيتي الإنجليزية سابقا، والمصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي ظهير باريس، وياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي. وتشير الأرقام أن الدول الجزائري رياض محرز الأحق والأقدر بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023 بالنظر لمسيرته مع فريقه مانشستر سيتي وتتويجه بثلاث تاريخية ناهيك عن أدائه الكبير مع المنتخب الجزائري. ولكن تشير بعض المصادر أن المغربي فوزي لكجع الذي يجيد لعبة الكولسة القذرة يسعى لفرض مواطنه أشرف حكيمي للتودد بجائزة الأفضل إفريقيا، خاصة مع صعود رائحة مؤامرة ضد الجزائر من خلال استبعاد المنتخب الجزائري من الترشيح لجوائز أفضل المنتخبات، أي موهبة جزائرية ضمن ترشيحات أفضل اللاعبين الصاعدين، رغم تألق أسماء جزائرية مهمة مع نواديها الأوروبية هذه السنة. وبالعودة إلى أرقام رياض محرز خلال موسم 2022 و 2023 مع النادي والمنتخب، فقد لعب 60 مباراة من 45 كأس وسجل 21 هدف وصنع 16 هدفا، كما ساهم ب 37 مساهمة تهديفية. وبخصوص إنجازات قادة الخضر، فقد حقق لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، ولم يخسر مع المنتخب الوطني الجزائري أي مباراة سنة 2023، ويعد أكثر لاعب صانع للأهداف في العالم في سنة 23، وثالث أكثر لاعب تسجيل للأهداف في مانشستر سيتي، وثاني لاعب تسجيلا للأهداف في مانشستر سيتي، وأكثر لاعب مساهم في الأهداف مع المنتخب الوطني الجزائري. وكل هذه الأرقام تجعله أكثر لاعب ترشيحا للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية الثانية في تاريخه. وبالنهاية، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله.